دي سمكات موسى اهي لسه سلخينها حالا اهي. انا هوريك بقى في الفيديو ده لو انت عندك موسى بعد ما سلختها كده عايز تعملها سندوتش وتحشيها جمبري او تحشيها وكاليماري او سي فود عموما وتعملها على الجريل. بتيجي من على نص السمكيه كده وبتعلم العلامه بتاعتك بالشكل ده كده من على السلسله بالنص، هي باينه اصلا فصين لحمه ما شاء الله عليها، بتيجي في النص بتعلم وبتنزل مع السلسله كده وتبدا ان انت تعلم على السمكيه بتاعتك بالشكل ده، تعلم كده من على السلسله علشان ما تهدرش فيها حاجه. بص تبدا تبان معاك فص اللحم كده بتاع السمكيه الموسى، بتبدا انك تيجي بقى من هنا تحت كده وزي ما انت شايف بالشكل ده كده اهي. بص وانت ماشي من على السلسله بتبقى حاسس بالسلسله في السمكيه اهي. بص كده زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده كده، ده كده اسمه لو انت هتعملها سندوتش او هتعمل موسى محشيه، سواء بقى محشيه جمبري، محشيه كاليماري، محشيه فليه. ونفس الفكره في الجنب الثاني بتيجي برده بنفس الطريقه كده من على السلسله وتبدا ان انت اهي بص تعلم لحد ما توصل لحد سلسله الظهر. بص التفاصيل ده كده، بص شريحه الموسى، بص لحم الموسى ابيض عامل ازاي ما شاء الله عليه، شايف الجمال ده؟ بص التفاصيل هاتها كده في الشمس. بص بتفصل السمكيه بالشكل ده كده تبقى زي السندوتش معاك. سمكيه ما شاء الله عليها على تفاصيلها على جمالها، سمكيات الموسى من السمك الطعم جدا ما شاء الله. تبدا انك تحشي الجنبين دولت وترجع بعد ما تحشيهم طبعا هنا جمبري وكاليماري وفليه وسي فود بشكل عام، ترجع تقفل السمكيه تاني وتشويها على الجريل. وبتيجي من الجنب التاني برضو بنفس الطريقه اهي. بتيجي طبعا السكينه بتاعتك محتاج انها تكون حاميه. بص معلم خط واحد بطول السمكيه اهو من على السلسله، خط واحد بطول السمكيه من على السلسله زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده اهو، خط واحد بطول السمكيه. وتيجي من هنا تعلم، تبدا انك تنزل من تحت بحيث انك تخلي السكينه ماشيه على سلسله الظهر بتاعه السمكيه. فبالطريقه دي تبدا انك تفرغ قلب السمكيه، تجوفها. تجويفه قلب السمكيه دي اللي هتحط فيها هتحط فيها جمبري، تحط فيها كاليماري، تحط فيها فليه. طبعا بالشكل ده السمكيه الموسى لما تبقى محشيه سي فود ومشويه على الجريل زبده ما شاء الله عليها في حته ثانيه. بنوريهم ازاي بنخلي الموسى، يعني ازاي بنعمل موسى محشيه بس. وبتيجي من على السلسله من على الناحيه الثانيه برضو بنفس الفكره، بتبقى ماشي بالسكينه على السلسله زي ما انت شايف كده. بص على السلسله هي ما شاء الله عليها. طبعا عشان لو انت في البيت بقى وعايز بقى تعمل شويه موسى محشيه سي فود، محشيه جمبري. بص الموسى، بص الجمال، بص الجمال، شايف الموسى؟ طبعا سمكيه الله اكبر عليها ما شاء الله بألف هنا اللي هاكلها. سمكيه موسى في حته ثانيه ما شاء الله عليها، سمكيه طعمه جدا وسمكيه غاليه جدا وقيمتها الغذائيه طبعا عاليه، ويعني سمكيه حافظه قيمتها بين الاسماك. يعني بص الجمال، بص ما شاء الله، بص ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. بس دي كده ببساطه شديده لو انت هتعمل موسى مشويه على الجريل ومحشيه سندوتش، تحشيها بقى كاليماري وهتحشيها جمبري وتحشيها فليه، خلطه سي فود بشكل عام. لو عايز تقطع بقى عليها شويه فلفل الوان وشويه بصل كده تنعمهم بالتومه بتاعتك وحته الزبده وتتبلها يا باشا، وتقفل السندوتش بتاعك ده كده على الحشوه بتاعتك الجميله وتسوي يا باشا على الجريل بألف هنا وشفا. احلى سمكيه هتاكلها في حياتك واطعم سمكيه في البحر كله ما شاء الله عليها بألف هنا. ان شاء الله نشوفكم فيديوهات جايه كتير ونشوفكم دايما على خير من اسماك التوحيد.